واخيرا الفرصه اللي كنت كنتسنى انا وياك جات. هاد الفتره ديال الوينتر يعني الوقت اللي بدا كيبرد فيه الحال والدخول ديال فصل الشتاء، وهي احسن فتره باش تبدل راسك وتركز على الاهداف ديالك. تقول لي علاش؟ حيت في هاد الوقت ما كاين لا تشويش لا والو، غير انت والخدمه ديالك واهداف. الفيديو غادي يكون خفيف ظريف وغادي نرتب معك فيه الاوراق وغادي نعطيك كاع داكشي اللي خاصك دير. وبغيتك المره الجايه فاش ترجع لهاد الفيديو توريني فين وصلتي، ماشي تدخل وعاد تعرف شنو كاين وتسول من جديد. بغيتك تشوف فين وصلتي وشنو حققتي، ماشي باش تعرف شنو خاصك. داكشي غادي تسمعو مره واحده وتبدا تطبق لغد ليه، ماشي غتسمعو مرارا وتكرارا. احتراما للعنصر النسوي اللي معانا، اي حاجه قلتها وجاتك صعيبه اولا ثقيله حاولي تبسطيها وديريها باللي قدك. اما انت اي حاجه ما درتيهاش في هذا الشيء فراه محسوبه عليك. معكم ايغو، لايك وابوني، يلا نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها نعاسك والفيق ديالك. النعاس ديالك خاصو ينتظم، غادي تبدا تنعس بكري وتفيق بكري. ما كيهمنيش واش كتفضل تخدم في الليل ولا في النهار، المهم خاصك تنعس مع الناس وتفيق مع الناس. اقل حاجه هي 7 ديال السوايع ديال النعاس. الا كان عندك شي حاجه كتخليك تسهر حبسها وديرها مع الفجر. نوض مع الفجر غادي يخليك يبقى عندك بزاف ديال الوقت، والوقت كامل يبقى عندك تخدم فيه على داكشي اللي خاصك وتوجد فيه شنو غادي تحتاج. ثاني حاجه ولا هي الرياضه. خاصك تبدا تريني يوميا. الا كنتي متبع شي بروغرام كمل فيه وبرافو عليك. الا ما كنتيش كدير الرياضه اليوم خاصك تبدا تحرك. اقل حاجه هي انك دير الموفمون ولا غير المشي. راه الجسم بلا حركه فحال الدماغ بلا معرفه، ما كيسوى والو. الجسم ديالك الا ما كانش كيخدم راه دماغك ما غاديش يخدم حتى هو. ثالث حاجه خدم على الافكار ديالك. الوينتر هو الوقت فين خاصك تخدم على الافكار ديالك. خدم عليه بالبودكاستات اولا قرا الكتب، وكنظن الكتب احسن بزاف حيت ما بغيتكش كل مره تدخل تشوف الفيديوهات، وحتى هذا الفيديو اللي كتسمع غادي تشوفه مره واحده وتبدا تطبق. فوائد القراءه كبيره، ولكن اللي كيهمني انه انك تولي عندك عاده ديال القراءه بدل ما تهز التليفون وتضيع وقتك. هز كتاب وقرا. رابع حاجه سكيلز ديالك. هنا ما غاديش نهضر على السوفت سكيلز ولكن على الهارد سكيلز. اختار المهاره وحده وركز عليها وتعلمها مزيان. هذه المهاره هي اللي غادي تقدر تخدم بها وتحقق منها شي حاجه. ما بغيتكش تحاول تتعلم جوج مجالات في نفس الوقت، غير مهاره وحده وغادي تقسم ليها ساعتين في النهار على الاقل. الا ما عندكش الوقت فيق بكري وزيد الوقت ديالك. الا ما كفاكش الوقت عرف انك خاصك تفيق مع الربع. خامس حاجه علاقتك مع الله. ما كيهمنيش واش كتصلي ولا لا، واش كتقرا القران ولا لا. اللي كيهمني هو انك ترجع علاقتك مع الله شويه بشويه وبدا حاجه بحاجه. توضى كل مره تفيق، كل مره تدخل الدوش، من بعد غادي يولي ساهل عليك انك تصلي. الا فقتي بكري غادي تلقى الوقت وصلي عادي. وحاول تعوض سماع الموسيقى بمحتوى ديني ولا شي بودكاست يشبه الجانب الروحي ديالك. باش نعاونك غادي نعطيك ونخلي لك في الوصف ديال الفيديو شي بودكاستات اللي كنسمع لهم انا شخصيا وغادي يعاونوك بزاف. ما تنساش الالتزام بالقران والاذكار ديال الصباح والمساء والصلاه. واخر حاجه غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هي ما تضيعش وقتك. الا ما درتيش هذا الشيء كامل راه ما عندك ما دير. اللعب والخروج بلا هدف راه غير مضيعه ديال الوقت. ركز ليا على راسك، شوف فين باغي توصل وخدم عليه. هذا الفيديو خاصك تشوفه مره واحده تفهم شنو خاصك دير وتبدا تطبق. كتب داك الشيء في شي ورقه ونوض خدم. المره الجايه اللي تدخل بغيتك تقول لي فين وصلتي وشنو التقدم اللي حققتي وشنو المشاكل اللي لقيتي. كان معكم ايغو. الا عندكم شي افكار خليهم لي في الكومونتير. تهلاو.